بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الترجي الرياضي يلعب مباراة الموسم نهار الأحد 5 متاع العشية في تنزانيا ويقابل سيمبا. مباراة الموسم، نعم، لأن المباراة هذه باش تخلي الترجي الرياضي يكمل الموسم في طريق صحيح، اللي هو ينجم يمشي للمرتبة الأولى في الشامبيونز ليج ويكمل ويصلح أموره، يا سيناريو آخر إن شاء الله. تمنياتنا للترجي ممثل كرة القدم التونسية. الترجي يتحول إلى سيمبا غدوة، وتحذيرات على أشدها، تركيز كامل للعودة بورقة المباراة بغيابات يوسف المساكني والمنتدب الجديد عرعار، ما باش تحاولوا كذلك غيابات توغاي مرياح ومحمد بن علي. طبعا هذوما غايبين من قبل ويواصلوا الغياب متاعهم. اليوم مش نحكيوا على التشكيلة، مش نحكيوا على جديد الفريق وحظوظ الفريق والمباراة اللي تبدو صعبة في تنزانيا. ثم مباراة أخرى باش تلعب في نفس الجولة وفي نفس المجموعة، تجمع الملعب المالي ببيترو أتليتيكو الأنغولي. مباراة باش تكون في أنغولا. وضعية المجموعة بصفة عامة: المرتبة الأولى للفريق المالي ب7 نقاط، في المرتبة الثانية الترجي 5 نقاط، ثالثة بيترو ب4 نقاط، ومتذيل الترتيب حصلت المجموعة 0 من النقاط تنزانيا فريق سيمبا. تقولوا لي سيمبا خارج من اللعبة. أنا نقول لك سيمبا آخر فرصة لسيمبا رسميا باش يلعب آخر فرصة. يعني تصوروا الترجي باش يقابل سيمبا والفريق متاعه أمام الجمهور باش يلعب لك آخر فرصة، لأنه عنده فرصة أخيرة كي قابل الترجي، يقول لك نربح ونعمل 3 نقاط متاعي ونتقدم بشوية بشوية في الترتيب. تبدو المباراة صعبة. الترجي غدوة ولا نهار الأحد كان يربح، هو باش يتحول غدوة نهار الجمعة والمباراة يوم الأحد، كان يربح وتجيه نتيجة باهية من أنغولا اللي هي التعادل، ينجم يلقى روحه لولاني أو الفريق الأنغولي يربح. ولهنا راهو المجموعة ذي بدات سهلة من الأول، لكن الحقيقة تخوف. يعني باش تكمل في المرتبة الأولى في المجموعة ذي بالنسبة للترجي صعيب، لأنه أعطي سيمبا أنا نشوف له اللي باش يكمل متذيل وينجم يسجل حتى نقطة في المجموعة، خاطر إذا كان خسر مع الترجي باش يسيب بقية الماتشوات. يعني يزيد 3 البيترو ويزيد 3 الملعب المالي. علاش قلت المباراة صعيبة؟ لأنه سيمبا باش يحاول ينتصر في هذه المباراة، ونعرف وراو على ميدانهم في تنزانيا المباراة ما هيش سهلة، بالرغم من الملعب ممتاز في تنزانيا والظروف طيبة، لكن سيمبا باش يلعب لك آخر يعني فرصة متاعه باش يضغط على الترجي طبعا، والترجي يلقى مشاكل هنشوفناه في الشامبيونز ليج في المجموعات وخاصة حتى في البطولة في غياب الركائز الأساسية. بعض الركائز الأساسية مؤثرة أصبحت في الترجي كما مرياح وتوغاي في عملية الخروج بالكرة اللي أصبحت بطريقة تحشم، طريقة الترجي مش قاعد يخرج في كرة نظيفة لوسط الميدان وأكد التنظيم اللي كان عليه الترجي قبل، ولا لعب من غير أفكار، وخاصة التشكيلة اللي تهبط في الترجي كل ماتش ماهيش هي نفسها، ما فماش أفكار متسلسلة ومترابطة للمدرب. هات نشوفوا تشكيلة الترجي اللي باش تكون يوم المباراة بنسبة 99%. باش يكون بشير بن سعيد في حراسة المرمى، على اليمين ما عنده حتى شواء لهنا، كونه يا باش يحط بوزيان أو هو شفنا بالنسبة لماهر الكنزاري قسم المباراة بين بوزيان ودراجر. أنا حسب فكرتي ونعرف ماهر الكنزاري اللي هو قاعد يرتح في كيتا، دونك الفكرة واضحة اللي هو باش يرتح كيتا يلعبوا في ماتش الشامبيونز ليج، خاطروا أكثر يعني أتليتيك وقوي وبدنين وكل شيء باش يعمل عليها على اليمين. يعني ظاهرة فكرة ماهر الكنزاري اللي يستنى في بوزيان باش يهبط، نقول له راه مش باش يهبط بوزيان. طبعا هو العدو اللدود لماهر الكنزاري بوزيان، شفتوه في ماتش واحد أو في شطر ماتش
أثبت للجميع علو كعب. نرجع الموضوع هذا. كيتا على اليمين، على اليسار باش يكمل العيفي. تنقول لك علاش؟ لأنه العيفي مرقلي قادم في مستويات ما يشبهها، ما عنده حتى حل. في وسط الميدان باش يلعب محمد أمين بن حميدة وعودة جلاسي اللي الحقيقة الموسم هذايا يقدم في مردود غزير يشكر فيه، لأنه بالحق جلاسي لقاته الترجي في ظروف غياب مرياح وغياب توقاي. وسط الميدان أكثر وضوح بالنسبة لي أنا باش يكون أوكبيلو، حسام تقاع، عبد الرحمن كوناتي. هذا الثلاثي الأحسن والأجود والأقوى والأكثر انسجام ربما. لكن مع ماهر الكنزاري ما لعبوش برشا مباريات مع بعض، وذيك المشكله والفلسفه نتاع الكنزاري اللي ديما يحط لك فيه طيش في كوناتي القدام على اليسار. يقعد لاتاك ترتيحة دياكيتي وجاك ديارا. ظهر زاد ماهر الكنزاري. جاك ديارا لعب زوج مباريات اللي هي مستير والماتش اللي بعده وارتاح ماتش القروان. طبعا ظهر لعب زوج مباريات باش يكون على اليسار. على اليمين باش يكون ينساس او بوعالية. هذه النقطة الاستفهام، يعني ينساس يا بوعالة. وفي الهجوم باش يكون دياكيتي اللي رتحوا زاده، لعب 60 دقيقة لاعب مرة فات في ماتش لالي وارتاح الماتش اللي فات. دونك ظاهر باش يكون هو. علاش نقول دياكيتي وجاك ديارا وينساس؟ لانه أنا يعني حسب رايي اللعبه باش تكون كونتر اتاك، لانه الترجي حسب رايي باش يخلي الكره للمنافس باش يلعب على طريقه الكونتر اتاك اللي حبذها جاك ديارا. لانه جاك ديارا اصلا اللعبه نتاعو كي تكون كونتر اتاك تكون خير، لانه رابيد ويحب يخلط وعنده سيرفاس ويخلط على الكره. دونك باش يكون لعبه كونتر اتاك اكثر، ولذا جاك ديارا باش يكون على اليسار، وداكي دي كذلك اسرع وحركي باش يكون زاده في هجوم الترجي. دونك الترجي واضحه التشكيله نتاعو، يمر بفتره صعبه في البطوله، متصدر في الشامبيونز ليج ينجم يولي متصدر، ولكن الاحساس العام في داخل الترجي انه الفريق ما يمرش بظروف طيبه، خاصه في علاقه المدرب بالجمهور، وهذا موضوع اخر. انتصار الترجي امام سيمبا يفتح ربما ابواب الترشح في المرتبه الاولى، لانك تولي تملك امورك بين يديك. اولا تنتصر، تخلي ليكار هو نفسه اقل حاجه مع بيترو اتلتيكو، بيترو جاي للرادس. ثاني حاجه اذا كان يتعثر الملعب المالي نجم فاسيلمون الملعب المالي يخسر والترجي يربح، تلقى روحك في المرتبه الاولى وحيدا. ولهنا الترجي يربح بيترو اتلتيكو ويتعادل مع مالي، يلقى روحه في المرتبه الاولى. يعني احسن سيناريو هو فوز الترجي، ثم فريق بيترو يربح او يتعادل. هذا السيناريو المحبذ للترجي. هذا بطبيعه الترجي يخمم في المرتبه الاولى. علاش لازم يكون في المرتبه الاولى؟ طبعا لتفادي ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، الاهلي المصري وبدرجه اقل لانه بركان اقل قوه، كذلك زاد بيراميدز. دونك عندنا بيراميدز، الاهلي وسان داونز، هذوما ثلاثه الفرق اللي هما حاضرين اكثر. كذلك ما ننساوش بيراميدز. حظ سعيد للترجي الرياضي، حظ سعيد للفرق التونسيه. تحيا الرياضه، تحيا تونس، سلام الله عليكم.